في احدى الايام اتصل بي، رحت والله يمكن حدود الساعة متأخر 11، كانوا بعض الإخوان النواب يم السيد رئيس مجلس النواب في الغرفة اللي قبل القاعة اللي بيته حالي دار الضيافة القاعة الاجتماعات. فقعدت، بعدين فرغت الغرفة، طلعوا النواب، اجى شخص يعني مليان كلش، بعدين اتضح، قعدنا فبدأ الحديث بدون مقاطعة. أكمل هذا الهدوء مطلوب. أكمل. المهم فقعدنا أنا وهو والسيد رئيس المجلس، فبدأ الحديث عن العمل السياسي المستقبلي، عن ساحة الموصل، أنه الموصل فرغت، سياسيين فلان وفلان انتهوا، ما ظلهم دور، أنت عندك حضور، أنت عندك الآن وزير دفاع، ممكن أن تعمل في المستقبل، ممكن أن نعمل سوية أفضل مما نتقاطع، وإذا حالفنا ممكن أن نشكل قوة يكون لنا مستقبل سياسي. حقيقة أنا كنت واضح، قلت له أنا ما أفكر بأي مستقبل سياسي حقيقة. فيعني المهم قال لا ما معقولة، وأنت دخلت ولازم تستمر، ولكن هذا العمل يحتاج له إلى دعم، يحتاج له إلى إمكانيات، يحتاج له إلى فلوس. واستمر أيضا الحديث. فرجع السيد سليم الجبوري سألني، قال لي ما سويت لك مكتب في أربيل؟ قلت له لا ما سويت. شو أسوي بالمكتب؟ قال لي مو الساحة السياسية للموصل هي في أربيل. بالنتيجة قلت له أنا حتى إذا أسوي مكتب، المكتب يراد له فلوس، يراد له إمكانيات. فرجع علي قال لي أنت أبو الفلوس. قلت له شلون أنا أبو الفلوس؟ قلت له أنت وزارة الدفاع العراقية موازنة الدولة كلها عندكم. فوالله أعتقد الفلوس مو مال أبويا حتى أقدر أتصرف بها. المهم استمر الحديث، فيعني الحديث كان واضح، عبالك حديث ألغاز. بعدين رجع قال لي، قلت له حتى أنا، قلت له شلون أدعمكم، يعني فهموني الطريقة اللي أدعمكم بها لأن ما أعرف ايش تقصدون. فرجع التاجر قال معالي الوزير أجيك من الأخير، مثلا عندك عقد إطعام الجيش، انطينا إياه، اعلن مناقصة وانتهى الموضوع، لا تفكر لا بحنان ولا عالية، واشتغل بالوزارة براحتك. وصمام الأمان رئيس مجلس النواب، والله العظيم أقسم على كل كلمة. سيد وزير، يا فاتح، سيد الوزير وأنا ببساطة هذا وقلت له، يقول لي مجرد أنت هذا التاجر، يقول لي مجرد أوعز لدوائر الوزارة أنه تعلن هذا. سيد الوزير أرجو منك الابتسام. قلت لك لا هذا مو التزام، هاي أنت تتناقش الموضوع معه، لا يوجد في السياقات بهذه الطريقة. كملت الأسماء أم لا؟ كملت الأسماء، كملت كل الملفات. ملف الإطعام وصل بعد ما كمل. لا بعد كمل ملف الملفات اللي يتعلق بالسادة وسيدات أعضاء مجلس النواب. بصراحة مبلغ هذا العقد 1,300,000,000 دينار عراقي. هاي تستقطع 330,000 دينار من كل جندي وضابط وتروح إلى الموازنة، وعلى أساس تروح إلى هذه الشركات الفاسدة حتى يودون للجنود أكل كيفما كان، وهم يقاتلون تحت الحر والبرد حتى يستفاد من سليم الجبوري ويمشون في العملية السياسية. قلت له يعني أنا ببساطة كان أرجع إلى المكتب وأوعز إلى دائرة الميرة، أعلنوا هاي مناقصة شغلة إطعام الجيش، ومن خلال الفاسدين طبعا موجود مفاصل ممكن أن يصلون إلى هذا العقد، وأكون أني أفضل وزير دفاع لأنه خنت الأمانة وانطيت هذه عقد إطعام الجيش. نعم سيد الوزير. نعم. هل يوجد أسماء أخرى لم يتم ذكرها؟ نعم. الموضوع الآخر، نعم، موضوع همرات الهمرات راح نأتي عليه بعد ذلك. الآن يتعلق ب كمل. اجاني النائب محمد الكربولي. وين الكتاب مال هاي؟ طلع لي مال اجاني النائب محمد الكربولي قال لي اكو 1300 همر في ولاية تكساس الامريكية، هذه رخيصة ومناسبة وممكن ان تفيد للجيش العراقي. فبصراحة أنا قلت له والله فعلا سعرها مناسب، لأن الهمر عندنا حدود 360,000 سعرها مع السلاح. الموضوع
أنه لازم أتحرى عن هاي الهمرات، لازم أسأل، لازم. طبعا دققنا مع الأمريكان في مكتب التعاون الأمني، من نسألهم كانوا يضحكون على هاي المعلومة. بعدين من خلال علاقات والملحقيتنا اللي موجودة دزينا ناس، العجلات طلعت مستوى التصفيح مالها ليس بالمستوى المطلوب، سعرها لا يتجاوز $60,000. احنا من المفترض أنه تشتريها الشركة $124,000 من الشركة الأمريكية المصنعة، ونحسبها احنا $360,000 عقد. وهذه الصفقة والله العظيم يجيني محمد الكربولي يقول لي هاي صفقة السيد الرئيس، وترى يوميا يسأل لي عليها، والله العظيم، والله ما يكذب الا شكلك، والله العظيم ما يكذب الا شكلك. استاذ محمد راح اعطيك دور، زين، راح اعطيك دور، كل من يتم ذكر اسمه راح اعطيه دور، كل من يتم ذكر اسمه راح اعطيه دور، راح اعطيك دور، راح اعطيك دور، راح اعطيك دور، راح اعطيك دور. كمل. هذا الكتاب الشركة اللي جابه مال، هذا الكتاب مال الشركة اللي يقول انه عندهم هامرات، هاي موجودة، هذا الكتاب. راح اعطيك دور، اعطيك دور يا اخي، اعطيك دور، اعطيك نعم. دور سيد النائب. المهم اعطيك دور. المهم هاي صفقة كمل. أخرى. كمل كمل سيد الوزير، كمل سيد الوزير. احترم نفسك، احترم نفسك. كمل كمل بدون رد، بدون رد، والله ماكو صار بدون رد. كمل كمل يا فاسدين، ما حد شوف والله ما حد بدون العراقيين انتم هالاشكالات الخضراء. سيد وزير الدفاع، 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 سيد وزير الدفاع. ما يصير يغلط وانا ظل قاعد، ما يصير. سيد رئيس النواب لا يحترمون نفسهم. سيد وزير الدفاع، عليهم رد اطيح حظهم والله العظيم، ما يصير هذا الكلام. سيد وزير الدفاع كمل الملف، كمل بدون رد، كمل بدون رد. شو كمل؟ خلي يضبطهم. كمل بدون رد، كمل بدون رد، كمل. كمل. الموضوع ايضا موضوع اخر، موضوع عقد اللواء المدرع الروسي. طبعا هذا الموضوع العقد قيمته $280,000,000، كان مبرم في زمن الحكومة السابقة ومفتوحة اعتماد، ويوجد مبلغ $500,000,000 موجودة في مصرف TBI. احنا بصراحة بسبب الاشكالات المالية والوضع يعني صار تلكؤ في تنفيذ هذا العقد، وما اكو خيار امام الوزارة الا ان نذهب الى الاجل، وهذا كان طرح الشركة الروسية. انا بصراحة كنت معترض جدا على الذهاب بالاجل، واحنا في ظروف معركة ونريد نأمن متطلبات معركة فقط. هذا العقد يعتبر من ضمن بناء قدرات الجيش، ولكن اكو التزام ما بين الحكومة العراقية والروسية في هذا الصدد، فكان هناك قرار أنه ممكن أن نذهب باتجاه الآجل. أنا صراحة كنت معارض لهذا الموضوع وما قابل به. بالنتيجة معارضتي وصلت إلى الروس، فبدأوا يتوسطون، بدأوا يضغطون. من ضمن الضغوط ومن ضمن الوساطات هو النائب أيضا محمد الكربولي، اجاني وجاء وضغط، وجاب حتى ممثل الشركة في دار الضيافة وقعد وياي وقال لي بس توافق على الآجل وما لك علاقة، بس توافق. هو بالنتيجة أنا من أوافق، هم راح يأخذون $500,000,000 الروس، السيد النائب يأخذ عمولته، وبعدين وزارة الدفاع العراقية تكبل بالديون والشعب العراقي يدفع ديون مستقبلا. هذا أيضا وضغط مستمر، وحاولوا وأشهر ولكن أبدا ما انطيت مجال وما قبلوا أبدا. نعم. عقد المرسيدس، سيارات المرسيدس طبعا هذه بواسطة النائب طالب المعماري، اجاني طالب المعماري، نعم طالب المعماري هذا طبعا اشهر يروح ويجي علي. بالنتيجة اجاني طالب قال لي يسلم عليك جمال كربولي وواحد من التجار في دبي او هيك موضوع، ويريدون
تسوون عقد سيارات بسيارات المرسيدس. قلت له اني سيارات المرسيدس ما نستخدمها احنا في الجيش وسيارات غالية جدا. قال لي احنا ما نريد من عندك، بس مجرد تدعوهم ويجون، بس تقعد وياهم حتى احنا ناخذ عمولتنا وبعدين ما لنا شغل بيهم. قلت له هذا ما يصير، هاي دولة، اني افقد ثقتي بالدول الاخرى بعد ما احد يجينا. والله ونص العبارة قال لي وحصتك موجودة بالسيارة انزل لك اياها. قلت له هذا الحكي ما تحكي وياي، ومن وراها هذيك انا وياه علاقتنا انقطعت. نعم. لا بدون رد، بدون مقاطعة. قلت لك نمضي بيستمر. إذا كملت الملف سيد وزير الدفاع. طبعا سيد وزير الدفاع. سيد وزير الدفاع. سيد وزير الدفاع. اصلا سيد وزير الدفاع. احنا طبعا أرجو ما عندنا اي تعاقد، اي تعاقد مع شركة مصر. اخوان اي عقد ما عندنا ويا شركة مرسيدس، ولكن عرض من اجل ان بس تحضر الشركة ادخل تفاوض وياهم، الاخوان ياخذون عمولتهم والموضوع ينتهي، حققوا اللي يريدوه، والوزارة التزاماتها المالية الادارية الاخلاقية ما يهم حقيقة. فهذا ايضا رفض قاطع. في احد الايام وقبل اعياد راس السنة ايضا جاني النائب محمد الكربولي. طبعا جاني النائب محمد الكربولي، قال سولفنا، بعدين قال لي فد مصطلح حتى اضحك عليه اني، قال لي معالي الوزير لا حضرتك لا لون ولا رائحة ولا طعم بالنص. قلت له شلون؟ قال هسه اعياد راس سنة، اني اريد اروح البيلاروسيا، سيد الرئيس يريد يروح العمان، شغله مشينا شغله نطلع مصرفنا بس. والله العظيم محمد الكربولي. نعم ايه شغلة. أكمل. شغلة الطائرات البي 6 والسزنة كرفان، وهي طبعا كانت أيضا مع جلسة وسليم الجبوري. قال لي وهي في وقتها تطرقوا على قائد القوة الجوية، ومحمد الكربولي أيضا دخل على الخط في هذا الموضوع. قالوا لي القوة الجوية طالبة طائرات تدريب سزنة كرفان والتي 6، فأريد أنه يكون الإحالة على الطائرات السزنة كرفان. فقلت له والله هذا الموضوع ما معروض علي على الإطلاق، ولا واصلني ولا احنا عندنا إمكانية أن نتعاقد. قال لي لا موجود. كان يفتح التلفون مال الواتساب، فعلا شوفني كتاب من القوة الجوية إلى مديرية التسليح والتجهيز يطلبون بها التعاقد على طائرات. ورجعوا قال لي والله لو أعتقد لو تبدلون فريق أنور حاليا لأنه مدى مو كلش متعاون، وإذا صار اتفاق على تبديله حتى نرشح لك ضابط آخر متفقين عليه. سيد وزير الدفاع. نعم. لحظة.